السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كرواسون. عبارة عن المكونات بتاعتنا: كوباية من اللبن ومعلقتين من السمنة. تمام. وهنحط طبعا من معلقتين لثلاثة من الزيت، وادي الدقيق، وادي الخميرة الفورية، وهنحط معلقة من بيكنج باودر معانا. تمام. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما نحط في العجان على طول، مفيش عجان عادي مفيش مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط اللبن اهو، وبنحط شوية الزيت بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت نفسه ده بيديه نوع من الخفة. تمام. بعد الزيت وبعدين نروح نحط معلقتين من السمنة اهو. يا ريت تبقى سمنة بلدي لأن بتديها طعم حلو جدا جدا، يعني أحلى من السمنة العادية. السمنة دي جميلة جدا جدا. تمام. بعد ما حطينا كده اللبن وحطينا الزيت وحطينا السمنة، هنحط معلقة كبيرة معانا من الخل. الخل ده بيدي خفية تاني للعجن. معلقة كبيرة حلوة كده من الخل. بس ده مفهوش بيض، مش بحط بيض فيه خالص. تمام. بس زي بتاع الفران، بالعكس ده كمان المكونات بتاعتها نظيفة بتاعتنا وكل حاجة. اما الدقيق على حسب كل واحد، الدقيق نوعية الدقيق اللي انت بتستعمليه. تمام. هنحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فين تحت كده حطينا الكوبايتين الدقيق دول، وهنشوف لو احنا عايزين دقيق تاني هنحط على حسب نوعية الدقيق بتاعك. كل حاجة على حسب الدقيق بيفرق. تمام. هنشغل العجان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بس بحب اوريكم درجة العجن. شوفوا لسه هي كده خفيفة، لسه خفيفة. هحط لها تاني شوية دقيق. تمام. هنخلص ونرجع لكم تاني ان شاء الله. قربت كده هي خلاص. كده لفيناها خلاص. هنشوف شكلها. شوف بس شكل العجنة كده بس. شايفة العجنة بتاعتها هي حلوة كده. هنعمل هنسيبها شوية تخمر، وبعد كده ان شاء الله نرجع تاني نغطيها بأي حاجة، وبعد كده لما تخمر هنرجع نشوفها تعمل ايه. شايفة مفيهاش اي تكتلات. وعارفه العجينه مع السمنه البلدي اللي بقول لكم عليها ما تعملهاش زيت خالص. طبعا لو عملتي دي حاجه براحتك، لكن لما تحطي لها السمنه بتدي طعم تاني وبتدي لمسان تاني للعجن. تمام. هنحطها تخمر شويه كده، وبعد كده هنرجع لكم تاني. كده بعد ما خمرت اهي بالشكل ده. شايفه ضعفت الكميه بتاعتها ازاي. بناخد منها حته كده، هنشوف هنعمل فيها ايه. لما تحسيها معاكي خفيفة ما تحطيش دقيق عشان تطلع خفيفة وحلوة كده. تحط لها شوية من الزيت، وندهن ده كده زيت مع شوية من الدقيق، مش هتلزق معاكي. سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. شايفة لما خمرت تبقى حلوة ازاي. بس اوريكم اول ازاي كده تطلع. شايفة مدورة وحلوة ازاي. بنعملها ازاي اوريكم احنا بنعملها ازاي.
الرحمن الرحيم. اول حاجه نعمل ايه؟ نقسمها نصين كده عشان متلخبطيش، وبعدين كده اربع كده، وبعد الاربع نروح نعملها دي برضو ايه، نقسمها اتنين بالشكل ده، مش مشكله. اهو انا مصغراها عشان انا عايزاها اساسا صغير، مش عايزاها كبيره. اما الكوبري ده براحتك انت، عايزاها اكبر براحتك، عايزاها اصغر براحتك. شوفي بنعملها ازاي. الطريقه دي هنجيب الشوكولاته بتاعتنا، عايزه تعمليها بشوكولاته، عايزه تعمليها بجبنه، عايزه تعمليها بمربى، براحتك. اي نوع شوكولاته عندك. النوع اللي انت بتحبيه هاتيه. تمام تمام. كده تمام. نجيب واحده من الخفيفه دي وبنعملها ايه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نلف كده الطريقه دي، وبعدين نعملها كده. دي انا عاملاها صغيره، عايزاها انت كبيره براحتك، انا عايزاها كده صغيره. وندهن في الصاج بتاعنا. دهنينه طبعا زيت الصاج بتاعنا ده. أنا دايما بخلي ده للمخبوزات، اي مخبوزات بعملها ده، ما بعملش في صواني، عشان بصراحه المخبوزات بتحرق لي الصواني، فما بحبش اعمل فيها، فبخلي ده دايما للمخبوزات عشان يتحرق براحته. اهي كده تمام صغير. برضو نفس الحكايه، بحط واحده كمان كده، وبرضو بقى اعملها بالطريقه دي اهي. شايفه؟ مش ده اللي نشتريه من بره بمبلغ قدره؟ وليه؟ طب ما نعمله في البيت احلى وانضف، والمكونات بتاعتنا احنا عارفينها وجايبينها براحتنا، والشوكولاته بتاعتنا نظيفه وجايبينها وعارفين مصدرها ايه، بدل ما تجيب حاجه من بره وما تعرفيش بيحطوا ايه فيها. تمام. شايفه الحجم ده؟ حلو جدا الحجم ده، عاجبك؟ تمام. الحجم الميني ده ايه، حلو جدا، انا بحبه ده، حتى لما بتحطيه كده بحسه خفيف كده معاكي. بيخمر بسرعة على فكرة، ما بياخدش وقت، ما بياخدش وقت خالص. صلينا على النبي، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. وهنتمنى نعمل دي وهنسويها. تمام. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس، وبالهنا والشفا. ونقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى وانا بعملها بتخمر، هي معايا كده بتخمر، عشان الخميرة بتاعتها حلوة والعجنة بتاعتها حلوة جدا جدا. هتجربيها تعجبك جدا جدا.